السلام عليكم ورحمة الله. الله يسعد صباحكم ومساكم يا رب. هذا الفيديو خصوصا لمين؟ لعشاق اللي بيحبوا الحر. بس راح نعمل لكم صلصة فليفلة تحطوها بالبراد تدعونا عليها. بتعود لسنة زمان، يعني تحطوها بالفريزر بتعود نكهة طيبة سريعة التحضير، واي اكله بدكم اياها مثلا منيحه بتتاكل. يعني هي ما دبس فليفلي، هي صلصه فليفلي، شيء على كيفكم. تابعوا معنا المواد، ما فيها شيء يعني. طبعا اكيد فليفلي وبندوره وبصل، زيت وخل وملح، وراح احط له فلفل اسود حب ودبس بندوره. شوفوا اخواتي، والله ما بتاكل شغل 5 دقائق، بس تتابعوا كمان تطبيق له شطاره. اول مرحله بنحط هذا هون، بنسحب البصلات. ركز، ما تقول دبس فليفلي شغلتها بسيطة. مشان تاكل صلصة فليفلي على حبتها بدك تطبق مثل ما بعملها أنا، تطبقها. أول شغلة تاخذ لك هيك كام بصلة، بسم الله، بهالشكل. يعني هاي اخواتي بتعملوها بتحطوها بالبراد. ايمت من حبيتوا اي منيح مشاوي، منيح سمك، منيح اي اكله تحطوها على خبزة تخبزوها، يعني شيء على كيفكم. هلا اخواتي بعد ما ترمتوا البصل بتشغلوا الغاز، بتنزلوا عليه زيت الزيتون. هلا نحن نستخدم زيت زيتون وزيت اونا، بس ركز هلا راح نلدع البصلة بزيت الزيتون مشان تشرب الطعم بكل تسمع لي شلون يعني، مشان ما تستهلك زيت زيتون كثير. راح نحط الزيت هون، حطوا الكل، يلا الله يفطرني بكره زيت. وبتستنوا الزيت ليحمر، ما بتنزلوا شامين ريحه. شامين ريحه دخيل خلقني انا. بس خليه ليحمى زي الزيتون. راح نقطع قرصين 3 بندوره، لانه وقت ننزل البصلة ما بدنا اياها تحترق. لدعتين تكون جاهزه البندوره بننزلها فوقها. البندوره هيك بهالشكل. ها الله اكبر، شايفين اخواتي هاي الزتي؟ هاي هلا شو صار؟ ادحت طعمة البصلة مع زيت الزيتون، يا سلام. بس الدبلت شقفة البصلة. بنقول لكم شو ثاني خطوة، خليكم عم تترموا معنا البندورة. هلا اخواتي البصلة يعني شوفوا شلون صارت، شايفين؟ بس هيك امورها صارت بخير، ما بدنا اياها لا اكثر من هيك ولا اقل. هلا بننزل قسم من البندوره فوقها، بسم الله الرحمن الرحيم، مشان تهدى النار على البصله. هلا اخواتي ترمنا البندورات، نعمل له تحريكتين هيك. هلا شو بنحط فوق؟ فلفل حب اسود. تعملوا لكم رشه، بتنوصوا الغاز حاليا وبتغطوها. هلا اخواتي بعد ما حطينا الفلفل الاسود الحب حصرا، راح نبلش بترم الفليفلي اللي عندنا. هلا اخواتي بالنسبه للمواد والكميه، يعني انت على كيفك، بس انت احفاظ المواد، احفاظ التطبيق، والكميه بدك تزود حر، تخفف حر، تكتر بندوره. هذا الشيء عزيزي المشاهد برجع لك. بالنسبه للفليفلي ببذره حصرا بهالطريقه هاي. اخواتي نار، ديروا بالكم ايدكم تستخدموها. هلا اخواتي بعد ما ترمناه الفليفلات، شايفين وين بننزله؟ بننزله فوق هون. يا ويلي، بننزل فوق معلقه بندوره يابسه. لك حط التنتين، لك روح. هلا بتملحوا، بسم الله الرحمن الرحيم. تعطوه الملح حقول، تعطوه الخل، بسم الله. بس وهلا بتعطوه كمان زيت اونا. هلا بتحركه، شوفوا شلون المنظر صار. هلا ضيق شوي، دمعة مي معول. بس بعد ما حطيناه الحبشتكنات هذول بتغطوه بتنيموه. هلا بفرجيكم وقت بيستوى شلون بصيروا. هلا اخواتي بنتركه على نار هادي على النايس، هيك يتعشقوا مع بعض، يحبوا بعض كلياتهم. اخواتي تعالوا لكم، ها بسم الله الرحمن الرحيم.
شايفين؟ هي له شي ساعة على النار. هلا على النار هذه. يا سلام. هلا هاي فينا نعمله على مبدئين. هلا خليها تبرد شوي وبنرجع لكم ونقول لكم شلون مبدئين. اخواتي هلا بعد ما تركناه البرده، يا سلام. بس لازم ندوقه قبل ما شو؟ قبل ما ننوم. قبل ما نعبيه. نعست لانه والله بسم الله. هات مويه 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 مويه. حار كثير حار. هدول جاهزات للتخزين، بس والله بده شوية ملح، ملحه الخفيف شوي، اجباري لازم يكون ملحه الراكز مشان التخزين. هلا هني فيه الخل وزيت وملح، هاي لحالها مواد حافظة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام ما شاء الله، وليك طلعوا بركة والله. بنحط هون هيك بالخلاط مشان يكون عندنا نحن شو نوعين من الصلصة هاي. هذا ترميز الملح. طعمة هاي المعجون، هلا هاي معجون صارت معجون فليفلي، طعمتها بتفرق عن اول اطرميزه عبيناها. وهاي فليفلاتنا. عندك واحد وعندك هذا معجون شيء على العالم، خلطة خرافية. خلاص الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله. نزل الشارع أخي، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. باي.